مساء الخير عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب بخير. يلا بينا لايف جديد. اللايف النهارده هتكلم فيه عن الفقد وتفاصيل كتيرة جدا جدا عن المشاعر واللي بيحصل في جسمنا لما بنفقد حد بنحبه او بنفقد حاجة عزيزة. اللايف النهارده مهم جدا ليه يا جماعة؟ علشان احنا مطلوب مننا ان احنا نفهم شعورنا ونفهم شعور الناس اللي حوالينا. يعني لما حد حوالينا يتعرض لظروف انه فقد عزيز ليه او فقد شغله او مرض لشكل او بشكل او باخر او فقد حد مثلا بيحبه بشدة، فلازم احنا نقف جنبه ونسنده ونفهم المشاعر اللي هو بيمر بيها. يعني أنا عايزة أحكي لكم حكاية إن أنا وأنا صغيرة، يعني كنت تقريبا 24 سنة 25 سنة كده. أختي كانت متجوزة وفقدت جنينها وهي حامل يعني. فلما فقدت الجنين بتاعها انا كنت فاكره ان الموضوع عادي يعني، فرحت قعدت اهزر معاها: ويا ستي ما تشيليش هم، ويا ستي بكره ان شاء الله يتعوضي، ويا ستي انت كل شويه عامله مشاكل وبتعيطي ليه، ما دي اراده ربنا. وطبعا الاسطوانه الجميله اللي كلنا بنقولها لاي حد تعرض لظروف فقد. فالحقيقه في اللايف النهارده انا حابه اتكلم معاكم عن المشاعر اللي بيمر بيها الانسان اللي بيفقد حد بيحبه، وازاي احنا نتعامل مع الاشخاص دول ونتعامل مع نفسنا، ونفهم انه كل حاجه في الحياه بتمشي ستابس، بتمشي درجات. يعني اول مرحله لما بنفقد حد عزيز علينا غير لما بيمر فتره، غير لما بيمر فتره اكبر، وهكذا. فمهم جدا نفهم التجربه كلها بتكون ازاي، يعني تجربه ان احنا يحصل لنا فقد. قبل ما ابدا اللايف عايزه اقول لكم ان الفقد هو سنه من سنن الحياه، ولازم احنا نتقبل ده، نتقبل ان الفقد هيمر علينا بشكل او باخر. يعني اوقات كتير ممكن نفقد حد من الابوين، ممكن نفقد واحنا صغيرين الاب او الام، سواء بالانفصال او بالوفاة. ممكن لما نكبر شوية ممكن نفقد حد من الاخوات. ممكن نكبر شوية ممكن نتنقل من المكان اللي احنا فيه ونتنقل خالص، نروح مدرسة جديدة او نروح بلد جديدة، ونفقد اصدقائنا ونفقد مدرسينا ونفقد المدرسة اللي بنحبها، وهكذا. ممكن نكبر شوية نحب شخص أو نتعلق في شخص ونرتبط بيه، والظروف تجبرنا إن احنا نفترق وإن احنا ما نكملش العلاقة. ممكن بعد كده نتجوز مثلا، ولما نتجوز يحصل وفاة للزوج أو وفاة للزوجة، أو يحصل إجهاض للزوجة، أو يحصل مثلا وفاة لأحد من الأبناء أو سفر أحد من الأبناء، فالإنسان يحس إن هو وحيد في الدنيا. ممكن مثلا لما الإنسان بيكبر في العمر مثلا يفقد جدته، ممكن يفقد جاره، ممكن يفقد صاحبه اللي بيحبه كتير. فإذا الفقد هو سنة من سنن الحياة، ولازم إحنا نتقبل ده. هو شعور الفقد شعور صعب جدا على الإنسان، لأنه الإنسان ربنا سبحانه وتعالى زي ما ذكر في سورة العلق إنه الإنسان خلق من علق. من علق يعني بيتعلق بالأشياء، يعني بيحب الحاجة تكون كده مسستمة حواليه، يعني يحب ولاده حواليه، مراته حواليه، باباه ومامته حواليه، مش عايز يفقد حد. والمشكلة بتيجي انه لما بتتكتب اقدار ربنا سبحانه وتعالى وبيتكتب على الانسان ده انه يفقد حد او وظيفة حتى بيحبها، فالفقد زي ما انا قلت لكم لازم هنجربه بشكل او باخر. فعلينا ان احنا يكون عندنا وعي وحكمة باللي هنمر بيه بعد شعور، بعد الفقد، بعد الشيء او الحادثة بتاعة الفقد. الاول عايزه اقول لكم هو يعني ايه فقد. فقد يعني انت بتفقد شيء بتحبه بطريقه رهيبه، او متعلق فيه، او شايف فيه امال معينه، زي سيدنا يعقوب مع سيدنا يوسف. لما سيدنا يعقوب شاف في سيدنا يوسف انه هيكون النبي وانه هيكون ليه رساله وشأن عظيم، اتعلق بيه بشده، وكانت النتيجه ان سيدنا يوسف بعد عنه، فعانى سيدنا يعقوب من الفقد. وبالفقد فقد بصره كمان من الحزن والألم على فراق ابنه. عشان كده احنا في الدين بتاعنا منهي عن منهي ان احنا نحزن على الشيء، لان انت ما تعرفش ربنا سبحانه وتعالى كاتب ورا الشيء ده خير ليك ايه، او ربنا دفع عنك شر ايه، احنا ما نعرفش، ولكن ربنا وحده هو اللي بيعلم.
فزي ما قلت لكم الفقد يعني ان انت بتفقد شيء بتحبه، شيء متوقع ان هو يسبب لك السعاده، شيء انت متخيل جوه نفسك انه لو الشيء ده ما استمرش معاك ممكن حياتك تتلخبط، ممكن ما تكونش الحياه زي ما انت عايز، فيجي لك قلق، يجي لك مثلا اضطراب. عرفت ازاي تحس انه الحياه مش ماشيه زي ما انت عايز، انه لا انت عايز الشيء ده بشده ولازم يكون معاك. فلما بيحصل الفقد بيحصل لك زي خيبه امل او disappointment، يعني ان انت تحس ان انت ايه، انه الحياه كلها ممكن لبعض الاشخاص بيحسوا ان الحياه كلها ملهاش قيمه لما يفقدوا شيء بيحبوه بشده بشده بشده. وده بنقدر نلاحظه لما واحد يكون مثلا بيشتغل في وظيفه وبيحب وظيفته ومتفاني فيها جدا جدا، ويجي لسبب او لاخر مديره يقول له لا احنا مش عايزينك تاني في الشغل ده، او خلاص انت رزقك اتقطع لحد كده. فبيبدا يحس الانسان بغضب شديد، وبيحس ان هو لا ازاي وما يصحش ومش عارفه ايه. وبمرور الوقت بيكتشف ان هو ربنا مسيستم له شغل تاني افضل في مكان افضل براتب احسن، بس الانسان من طبعه ان هو يكون عجول وعايز كل حاجه يكون واعي بايه بكل حاجه. عرفتوا ازاي يا جماعه؟ طيب انا بكلمكم عن الفقد. انا اتعرضت لفقد زوجي سنه 2019 وتعرضت لفقد والدتي سنه 2022. الحقيقه النهارده انا حطيت بوست وبشكر جدا جدا كل اللي عزاني في والدتي وكده، والحقيقه انه واحده من اهم الحاجات اللي بتساعدنا ان احنا نبروسس، يعني نمشي في مساله الفقد دي، هي الذكريات اللي بترجع لنا من وقت لاخر للناس اللي احنا فقدناهم، عشان ممكن نترحم عليهم او نتصدق عنهم او نقدم لهم خير بشكل او باخر. ففي سنه 2019 فقدت زوجي، وفي سنه 2022 فقدت والدتي. والحقيقه اللي عايزه اقوله لكم ان كل واحد فيهم كان ليه شعور مختلف. يعني الانسانه لما بتفقد زوجها بتحس بشعور فقد مختلف عن احساسها بشعور الفقد بتاع والدتها، مختلف عن الشعور الفقد بتاع مثلا جنين الانسان او ابن الانسان، مختلف عن شعور الفقد بتاع فقد العمل او فقد المال او فقد الصحه او كده. ولكن المشكله في عمق الشعور. يعني ايه عمق الشعور؟ يعني ممكن واحده تكون بتحب زوجها بشده ومتعلقه فيه بشده، فلما يتوفى يحصل لها صدمه شديده ممكن تاخد وقت طويل على بال ما تبقى كويسه وتقدر تتعامل في الحياه وهكذا. او ممكن يكون اب بيحب ابنه بطريقه رهيبه وما بيقدرش ان هو يتخيل ان ممكن ده ابنه يتوفى او ممكن يبعد عنه او يفقده بشكل او باخر، فيبدا الاب ده يجيله حزن شديد وغضب شديد ويبدا يحس ان هو مش قادر يتحمل الفقد او الفراق بتاع ابنه ده. فكل نوع من الفقد ليه شعور، درجه شعور مختلفه. يعني كل واحد على حسب ما بيحب الشيء ده ازاي. كل ما كان حبك للشيء زياده كل ما كان ألمك أكتر، كل ما كان تعلقك بالشيء زيادة كل ما كان ألمك أكتر. عشان كده ربنا دايما يقول لنا ما تتعلقوش بالحاجة، ما تحزنوش، ما تغضبوش، يعني خلي بالكم دايما من شعوركم، لأنه الشعور للأسف بيمسك في الجسم. وزي ما هكمل معاكم اللايف النهاردة، لما الإنسان بيمسك الشعور في جسمه وياخد وقت على بال ما يتعافى أو يطلع الشعور ده منه، ممكن يكون لما يطلع الشعور ده يسبب أضرار جسدية للإنسان فعليا. عرفتوا ازاي؟ عشان كده مهم جدا انه مهما حصل لازم الرجوع لربنا سبحانه وتعالى ونقول انا لله وانا اليه راجعون في اي حاجه تحصل. وطبعا الانسان زي ما قلت لكم من طبعه التعلق، فبيكون ده صعب شويه عليه في وسط الصدمه وفي وسط سبحان الله الاحداث وهكذا. اذا زي ما قلت لكم كده يا جماعه انه الفقد بيبقى له مراحل. اول مرحله من الفقد هي مرحله تلقي الخبر. لما يجي لك خبر انه مثلا انت هتفقدي زوجك او فقدتي زوجك او جوزك توفى بحادث او ابنك حتى سافر او الشغل او هكذا او فقدتي شيء انت بتحبيه، اول لحظه من تلقي الصدمه الانسان العقل ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بالإنسان، عشان ربنا عارف قد إيه الإنسان ضعيف وقد إيه الإنسان هش مهما أظهر عكس كده، فالعقل يبدأ يعمل زي كفرج كده، يعني يعمل لك حالة من حالة الإيه التغطية، يغطي الشبكة عندك تقف. يعني فيما معناته شبكة الاتصال تقف. أنت بتسمع الخبر
ولكن انت جواك ممكن بتسمع وبتتعامل، ولكن زي ما يكون جسمك كله وعقلك حصل له شت داون، يعني حصل له فريز، يعني انت اتجمدت في مكانك. يعني في بعض الاشخاص ما بيعرفوش يتفاعلوا مع الاخبار او يتفاعلوا مع الحدث. عرفتوا ازاي؟ في بعض الاشخاص غير، ممكن بعض الاشخاص تصوت، تزعق، تكسر، وفي بعض الاشخاص ممكن تخرج من المكان خالص تجري. فاذا احنا كلنا مختلفين في ردات افعالنا. عشان كده لما بنروح عزا او بنروح اي مكان زي كده ممكن نلاقي اختين جنب بعض، واحده عماله تعيط وبصح والتانيه قاعده عامله كده. دي مش معناها ان هي مش بتحس، ولكن دي ممكن تكون عندها الاحساس زياده عن اللزوم، فالعقل عمل لها شت داون، يعني عمل لها زي ايه، فصل فيشه كده، افصل فيشتها بدل ما يجي لها انهيار عصبي، ولا ممكن بعد الشر تموت فيها. فتبقى هي قاعده ومستكنه كده وباينه للناس انها ممكن ما بتحسش على حسب ما بيحكموا عليها، او ازاي دي مامتها قاعده وما بتعيطش، ده شوف اختها ازاي مقطعه نفسها من العيط وهي ولا في دماغها. ولكن الحقيقه انه الانسان اللي بيكون في الصدمه دي بيكون زي ما قلت لكم بيحصل له فريز، يعني تجميد كده، بيبقى مش عارف يعمل ايه، مش عارف ياخد قرار، مش عارف يفكر، مش مستوعب، مش قادر يستوعب الحدث، مش قادر يستوعب، يعني اكبر من استيعابه، اكبر من استيعابه. فمهم جدا يا جماعه ان احنا نفهم انه احنا كلنا مش زي بعضنا. لما الانسان بيتعرض لفقد، اول حاجه يعملها يفهمها ان العقل ليه ميكانيزم او ليه طريقه في التعامل مع الاحداث والصدمات. يعني مش كلنا بنتعامل بنفس الطريقه. وبعد كده اللي بيحصل ايه يا جماعه؟ اللي بيحصل ان احنا لما بنتعرض لصدمه الفقد، بيبدا الانسان يجيله حاله من الانكار. انكار يعني ايه؟ يعني التجاهل، الانكار، انه مش مستوعب هو ايه اللي بيحصل، انه لا ده في حاجه غلط، لا طب انا اسال الدكتور، لا ده هو الدكتور ما شافش شغله، لا ده هم قصروا، لا ده مش المهم. الانسان يحصل له حاله من الانكار لدرجه ان هو ممكن ما يصدقش انه الشخص ده فقده، او الشخص ده توفى، او لا ده لسه بدري، او لا ده لسه صغير، او لا ده ازاي ده كان بيكلمني دلوقتي، طب ده سابني ليه، طب مش عارفه ايه. فيبدا الانسان مش قادر يستوعب من كتر ما الحدث ده جلل وكبير على ادراك البعض مننا. فيبدا الانسان اول مرحله بيعملها ان العقل بيقف عن انه يفكر او بيهرب من الموقع. يعني ممكن الانسان اخين مثلا عندهم وفاه والدهم او حاجه زي كده، واحد منهم يسيب المكان ويمشي خالص، يسيب المكان يمشي، ما يقدرش يتحمل انه يقف ويسمع بقيه الاحداث ولا بيحصل ايه. واحد تاني ممكن يتجمد في مكانه، والتالت ممكن يصوت ويعيط، وزي ما قلت لكم كده. ولكن الاغلب مننا لما العقل بيحصل له شت داون بيبقى الانسان بيمشي في كل البروسيس، يعني بيحضر مثلا للدفنه، او بيحضر للجنازه، او بيحضر للعزاء، او بيعمل كل حاجه، ولكن هو ماشي برجله وبجسده، ولكن وعي وادراك حقيقي ما بيكونش فيه، ما بيكونش موجود فيه، بيكون بس جسد بيمشي. فممكن يكون بيكلم الناس ولكن هو مش انكر للارث، يعني مش متشبث بالارض، يعني مش على الارض، يعني كانه مش على الارض بالظبط. فبيبدا الانسان يحس بالانكار ويحس انه لا ازاي، وده في كل حاجه مش بس في الوفاه. زي ما قلت لكم اي حاجه احنا بنحبها وفقدناها، دي البروسيس اللي بنمشي فيها. اتخطبت وتفركشت الخطوبه هيحصل كده، اتجوزت واتطلقت هيحصل كده، ولادك سافروا وسابوك هيحصل كده. هي دي البروسيس بتاعت ان احنا نفقد الشيء في حياتنا. عرفتوا ازاي؟ فدي طبيعيه مع الكل، ولكن زي ما قلت لكم العمق بتاع الالم بيختلف من شخص لاخر. فاول حاجه زي ما قلت لكم ان هي بيحصل عند الانسان حكايه اللي هي التجاهل، الانكار، انه ما يصدقش هو ايه اللي بيحصل، وكذا وهكذا. وبعدين اللي بيحصل بعد كده هو ان الانسان يبدا يجيله شعور بالغضب. خلاص خلص وبدأ يستوعب اللي بيحصل وكل الكلام ده، يبدأ يحس بشعور الغضب.
غضب من الأحداث، غضب من ربنا سبحانه وتعالى، ليه حصل كده، ازاي حصل كده، غضب من الشخص نفسه، ازاي انت تسيبني وتمشي، غضب من نفسك ان انت ازاي ما اديتلوش الحب والاهتمام، او ازاي ما راعيتوش، او تبدا الذكريات ترجع تاني تجيلك انه قد ايه انت كنت مش مهتم بيه، او ان انت مش واخد بالك منه، ان هو ربنا سبحانه وتعالى. ويبدا عند البعض شعور باللوم او التأنيب، ازاي انا ما اهتمتش بيها، ازاي انا ما راعيتهاش، ازاي انا ما كنتش معاها، ازاي انا ما كنتش سندها. كل دي بروسس طبيعيه جدا جدا بتمر علينا كلنا وقت ما نفقد حد احنا بنحبه او حد عزيز علينا. كويس. فلما بنحب حد وبيكون عزيز علينا ونبدا نحس بالغضب الشديد، لازم نفهم يا جماعه انه نتقبل الشعور، نتقبل ان دي مرحله هنمر بيها يعني بشكل ضروري ضروري. ليه؟ لانه شعور الفقد زي ما قلت لكم هو بيبقى عباره عن شعور داخلي. الشعور الداخلي ده بيبقى له دوره حياه، يعني بيبقى له دوره كده لازم يمر بيها الانسان لغايه لما يخف، يبدا يخف بقى الشعور ده ويبدا يقل شويه 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 شويه. فاول حاجه بيكون الانكار، او ان انت تحس انه لا ما حصلش ولا كذا، وتاني حاجه شعور الغضب الشديد، وتالت حاجة الشعور اللي بيبدأ بقى يطلع بعد كده اللي هو الحزن بقى. الحزن على فقد اللي توفى، او على فقد الشغل اللي انت سبته، او على الخطيب اللي انت سبته. الحزن تبدا بقى المشاعر تبدا تتحلل وتطلع بقى واحده واحده جواك. فتبدا ساعات تحس بحزن، ساعات تحس بتأنيب ضمير انه انت ما كنتش محسن للشخص ده، او انت اذيته وتفتكر الذكريات القديمه ان انت مثلا في يوم ما اخدت حق مش حقه، او اذيته بكلمه، او كل الكلام ده. فيبدا جواك كل الافكار دي تيجي عشان تطلع الشعور من جواك، تطلع شعور الحزن اللي جواك، تطلع فتحزن وتعيط، وتحزن وتتعيط وتستغفر له وتقرا قران وتزعل شويه وهكذا، وتبقى البروسيس كده. بعد كده المرحله اللي بعديها بيحصل ايه؟ بيحصل انه بيعدي فتره من الوقت بقى. فلما يعدي فتره من الوقت يبدا العقل يقول لك ايه؟ طب خلاص، يعني ده قدر ربنا، طب خلاص هنعمل ايه؟ طب هنبص لقدام ازاي؟ طب هنفكر في الايام اللي جايه ازاي؟ طب هنعمل ايه؟ طبعا كل واحد فينا بياخد وقت على حسب هو قوة شعوره. يعني في بعض أشخاص عندهم مشاعر قوية جدا بيتعدوا الصدمات، ولكن في بعض أشخاص مشاعرهم رهيفة جدا، فمش من السهل أبدا إن هم يتخطوا الأزمات أو يتخطوا الصدمات دي، فبياخدوا وقت طويل شوية. ولما تاخد وقت طويل شوية افهم إن أنت من الطبيعة دي، اتس اوكي ماشي. مهم جدا ان احنا نفهم انه احنا لازم نطبطب على نفسنا جامد، ونطبطب على الاشخاص اللي بيمروا بنفس التجربه دي، مش على نفسنا بس. يعني لو احنا في بيت حد والشخص ده مر بتجربه الوفاه او مر بتجربه الفقد بشكل او باخر، لازم نكون احنا حنينين عليه، رحيمين بيه، نكون حريصين واحنا بنتكلم معاه. الشخص في الوقت ده اكتر حاجه بيتمناها او بيعوزها من الناس انهم بس يطبطبوا عليه، بس يطبطبوا عليه. شفتوا بسيطه ازاي؟ ولكن هو الشخص ده بيحس ان هو مستوحش لوحده، فمحتاج انه حد يدعمه نفسيا ويدعمه، وياخده مثلا يخرجه ويعزمه على حاجه، يجيب له اكل، يقعد معاه يعني يسمعه من غير اي اعتراض لكلامه. وبلاش حكايه انه لا ما هو بكره ان شاء الله تنسى ومش ده. الطبطبه دي يعني بتخلي الانسان اكتر غضب. عرفتوا ازاي يا جماعه؟ بالطريقه دي. فمهم لما احنا حد يحصل له الاحداث دي نكون اكتر رحمه ليه. الشخص بيحتاج احتواء في الفتره دي. فلما تيجي زوجتك مثلا ووالدها يتوفى، هي محتاجه احتواء، محتاجه تحس ان في حد محتويها، حد سبحان الله فاهم اللي هي بتمر بيه، مش نقول لها لا وخلاص ومش عارفه ايه. وبعدين في بعض الاشخاص لما بيحصل الفقد لحد عزيز من حد عزيز من الزوجين مثلا، تلاقيه منتهى النشفان. يعني مثلا يرد يقول ايه؟ اهي ارتاحت، ما هي كانت مريضه ومش عارفه ايه. يعني كده ما فيش رحمه. عرفتوا ازاي؟ او مثلا لا خلاص ده ربنا سبحانه وتعالى خلصنا منها، يعني دي كانت كتير مش عارف. لا، فلازم نذكر محاسن الناس، ولازم ان احنا نتعامل مع الناس بطريقه كويسه، ولازم نفهم ان الاخر حتى ولو هو ممكن عنده حزن شديد لفقدان الشخص او متضايق من الشخص، بس ستيل هو في الجريف، في فتره الحزن.
عرفتوا ازاي؟ على الشخص ده. فتبدا المرحله بتاعت المساومات، يبدا العقل يقول لك ايه، خلاص طب اخرج كل، طب اخرج اشرب، طب خلاص كفايه كده، طب كفايه حزن، طب ولادك، طب انت هتفضل حزن لحد امتى؟ فكل دي افكار هتجيلك علشان تطلعك من الحاله دي. كويس. في بعض الاشخاص بيقدروا يستوعبوا ويطلعوا من الحاله بعد فترة من الوقت، وفي بعض أشخاص ممكن يعيشوا وقت عادي وتبدأ التروما أو الصدمة دي تطلع بعد وقت، ممكن تطلع بعد سنة، ممكن تطلع بعد سنتين، ممكن تطلع بعد 3 سنين مع حدث تاني مختلف تماما عن الحدث بتاع الفقد اللي احنا مرينا بيه. فإذا كل المشاعر هي بتتخزن جوه جسمنا وبتحتاج، وممكن تتخزن وتطلع بالطريقة السلسة اللي أنا قلت لكم عليها، وممكن تتخزن وتستنى موقف تاني بعيد خالص عن الموقف اللي انا مريت بيه اللي هو مثلا بتاع الفقد، وتبدا بقى المشاعر دي تطلع، فانت تستغرب نفسك تقول هو ايه اللي حصل؟ ده ما حصلش حاجه، ولكن اللي حصل انه الاحداث دي حصلت عشان تطلع كل المتخزن جواك واللي انت مش عارفه في الاغلب. بعد كده في المرحله الاخيره من الحزن او من الحزن او من الفقد، اللي بيحصل ايه؟ انه الانسان يبدا يعمل ايه؟ يقبل بقى الواقع، يعني خلاص انه خلاص الحياه هتستمر وكده. وزي ما قلت لكم تاني ان في بعض منا ممكن ياخد سنه، ممكن ياخد سنتين، ممكن ياخد 3، ممكن ناس بتعيش عمرها كله 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 وهي مش قادره تتخطى فقد الانسان اللي كانت بتحبه. في ناس كتير كده عندهم من الوفاء ومن الحب ومن التعلق للشخص لدرجه انهم يعني ممكن يقعدوا بالسنين على ذكرى هذا الشخص. والعكس تماما، في شخص لما مجرد ما الشريك يموت او حد يموت عزيز عليه يروح يشوف نفسه، بعد 40 يوم يدور على البديل، او بعد 50 يوم يدور على البديل. فتحس ان الناس مش متوازنين، يعني مش زي بعض في موضوع الولاء ده او الشعور بالاخرين. في بعض الاشخاص ممكن يصبر على وفاة الشريك ده ويقعد هو يربي ولاده وهو يهتم بولاده وهو يكون حاسس بنفسه جوه نفسه ان هو مسؤول انه يدي حب الشريك اللي اختفى من الحياة ده. ولكن البعض الاخر ممكن يقول لك لا انا نفسي واروح واعيش والدنيا مش مستاهله، وتجيله العكس تماما، تروما بالعكس، يعني انكار تام انه خلاص الحياه خلاص ممكن هتنتهي وانا خلاص خليني اعيش حياتي، ده مات خلاص، يعني انا مثلا اموت انا كمان. ويبقى الدماغ بقى كده ايه، تفكر تفكيرات غريبه يعني، وكل واحد طبعا مختلف عن التاني، وده مش معناه ان هو غلط او التاني غلط، ولكن هي كل واحد فينا بيكون ليه ردة فعل مختلفة جدا عن الشخص التاني. يعني في شخص مثلا زميل عزيز لينا والدته توفت وكان عندها كانسر. فلما توفت كويس الزوج في العزاء وهم الستات وكلهم في العزاء، فبيقول لابنه شوف لي بقى عروسة عشان اتجوزها. يعني اوقات الانسان ساعات بيحس انه في بعض الاشخاص خساره ان الانسان يقضي ثانيه في عمره معاهم. ليه؟ لانه اصلا انت لما يعني ابسط اشياء، يعني ربنا سبحانه وتعالى حتى في القران الكريم يعني حط للسيدات اللي هي فتره الحداد او فتره العده، اللي هي لما زوجها يموت تقعد فتره عشان تقدر تطلع من المشاعر دي اللي هي مشاعر الحزن بتاعت فقدان الشريك. ويمكن علشان كده ربنا حطها للستات، لانه الستات اكتر شعور من الرجاله، يعني عندهم مشاعر عندهم قويه اكتر من الرجاله. ولكن بعض الرجال زي ما قلت لكم كده، والبعض الاخر بيقعد وبيربي وبيكبر وبيعلم وبيراعي وبيكون الاب والام للاطفال. وكلنا يا جماعه في الفقد مختلفين للاسف يعني. طيب هنيجي للنقطة اللي بعدها. النقطة اللي بعدها اللي هي ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى يعني منعنا منع تام من الحزن. ليه؟ لأن الحزن بيأثر على الجسم. عرفتوا ازاي يا جماعة؟ الحزن بيأثر على الجسم. يعني ايه بيأثر على الجسم؟ تعالوا نمسك بقى واحدة واحدة كده. ايه اللي بيحصل للعقل لما الانسان بيحزن؟ اللي بيحصل للعقل زي ما قلت لكم، العقل بيبدأ يحصل له عملية تجميد كده، يبقى مش عارف يتصرف ازاي. ممكن في بعض الاوقات العقل من كتر الصدمه تجيله جلطه، مثلا يجيله جلطات الانسان في المخ مثلا، يطب الانسان يقع.
فمثلا يكون ساب شغله او فقد شغله او فقد حد من ولاده او فقد حاجه بيحبها بشده، العقل ما يقدرش يستحمل، فيبدا يحصل له انفجار في الاوعيه الدمويه، او يحصل له تجلطات في المخ، او يحصل له في كذا من كتر، عشان نعرف قد ايه الحزن ده حاجه شديده على الانسان، شديده مش حاجه سهله. الناس اللي بتروح عزا وتقعد تضحك وتهزر وكأن مفيش اي حاجه ومنتهى الاستهتار ومفيش تقديس لحرمه المتوفي او حرمه الناس الحزينه، فتلاقي بعض الاشخاص لما يروحوا مثلا عزا او كذا يقعدوا بالساعات ما يقوموش ويرغوا يرغوا 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 يرغوا، هم لو يعرفوا ان الشخص اصلا اللي حصلت عنده حاله الوفاه ده مش سامعهم، ده مش سامعهم اساسا. يعني انا اتذكر في وقت لما جوزي توفى كانوا كل زمايلي وكل الناس جايين يتكلموا معايا ويعزوني وانا مش شايفه حد، انا لا شايفه حد ولا سامعه حد، وكنت زي ما بقول لكم كده العقل حاطط الانسان في زي بالونه كده، هو سبحان الله يعني معزول، هو مع الناس وبيتكلم ولكن هو معزول. فلما بيكون الانسان في اللي هي في الاجراءات بتاعت الدفن او في المشاعر بتاعت الحزن او الفقد او كل الكلام ده، فبيكون مش مركز خالص مع الناس. فيا ريت الناس تكون لطيفه، لطيفه بالاخرين، رحيمه بيهم، فاهمينهم، اروح اقضي واجب الزياره او واجب العزاء وامشي، ما اقعدش وما لتش وما بصش واقعد اقول لا ده شوفي ازاي ده دي مش عارفه جوزها عامل ازاي واجيب في سيره الناس، ابقى رايح العزاء بدل ما اتعظ انه الدنيا دي كلها مسيرها للزوال، لا اقعد اجيب في سيره فلان وعلان واضحك واهزر واتكلم مع اهل المتوفي انه لا وعادي وان شاء الله هتبقوا تمام، وكل الكلام ده سخافه سخافه. فهنرجع تاني لتاثير الحزن او الفقد على الجسم. اول حاجه العقل بيعمل شت داون، يعني بيقفل العقل، بيفصل. ممكن الانسان يكون واعي ومدرك وبيتكلم وكل حاجه ولكن هو مش مستوعب، وزي ما قلت لكم ممكن الانسان يجي له جلطات، ممكن يجي له حاجات يعني بعد الشر عنكم جميعا في المخ، فالانسان غصب عنه العقل ما بيقدرش يتحمل، وفي ناس بتتجنن كمان. ده في ناس ممكن توصل لمرحله الجنون، انه مثلا لما يسمع بعد الشر انه ابنه توفى او ان زوجته توفت او انه خسر فلوسه كلها، عرفتوا ازاي، او فقد فلوسه كلها، فتلاقيه خلاص دماغه ما اتحملتش، فتلاقوه اتجنن، خلاص المخ فلت. فواحده من اهم الحاجات اللي ربنا حاططها للانسان رحمه بالانسان، انه وقت الازمات دي المخ بيغيب، يعني المخ يهدى بقى، يعني ينام، يتعمل له شت داون عشان الانسان يعني ياخد الصدمه على هواه ده، واحده 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 واحده. تاني حاجه بتحصل للجسم لما بيحصل لنا الفقد او الحزن الشديد بسبب الفقد، انه بيحصل حاجه اسمها متلازمه القلب المكسور. يعني ايه متلازمه القلب المكسور؟ متلازمه القلب المكسور دي يعني لما الانسان بيتعرض للحزن الشديد القلب ما بيقدرش يتحمل، فاللي بيحصل ان القلب يبدا يتضخم 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 ويزيد ضربات القلب وضخ الدم ضخ الدم، وممكن شرايين معينه تتقطع في القلب من كتر ما الانسان حزين. عرفتوا قد ايه الحزن على الفقد ده حاجه عظيمه وكبيره على الانسان؟ احنا بنشوف بعض جسد، ولكن احنا اللي بيحصل جوه ربنا وحده هو اللي بيعلم بيه، محدش تاني يعلم بيه. عرفتوا ازاي؟ فمتلازمه القلب المكسور دي بتيجي، وخاصه بتيجي للاشخاص اللي هم مثلا سنهم فوق ال60 سنه، اللي هم مثلا بيكونوا كبار في السن شويه، فممكن يكون عنده 60 سنه يفقد ابنه مثلا، فيجي له متلازمه القلب المكسور دي، او تجي له مثلا الهارت اتاك اللي هي الازمه القلبيه، او ممكن الانسان لما يفقد شريك حياته اللي عاش معاه فتره طويله جدا جدا جدا، ممكن بعدها بفتره يقول لك لا انا مش حابب الحياه كلها، انا حاسس ان انا هموت، وبالفعل الشخص ده يتوفى ويموت حزنا على شريك حياته. فاذا لما بنتعرض للفقد او بنفقد شيء، في حاجات كتيره في جسمنا داخليا بتتغير، في حاجات كتيره بتتغير خارجيا، وخلينا نكمل بيحصل لجسمنا ايه لما بنفقد حاجه احنا بنحبها. من نعمه ربنا علينا سبحانه وتعالى خلق لنا في عيوننا حاجه اسمها الدموع. الدموع دي انواع، في دموع السعاده، في دموع ان انت مثلا لما تكون بتقطع بصل او بتعمل حاجه كده فتحفز الدموع فتنزل، ولكن في نوع من الدموع بيجي بيكون عباره عن مسكن
مسكن للآلام. لما الإنسان يتعرض لحزن شديد أو لفقد شديد أو لألم شديد يبدأ الإنسان يبكي 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 يبكي. فالدموع اللي بتنزل دي وقتها بيكون فيها مادة اسمها الأندروفين. الأندروفين هي مادة مسكنة للألم، مسكنة داخليا وللعقل عشان العقل يهدى. فبيبدأ الإنسان يعيط يعيط يعيط. فلما نشوف إنسان فقد شيء بيحبه وبيعيط نحترم ده ونسيبه يعيط بدل ما يكتم في نفسه وينفجر. والموضوع ده بيتطبق من أول الولد الصغير اللي عنده 6 شهور أو 7 شهور لغاية اللي عنده 70 سنة. أي شخص بيبكي لازم يبكي، لأن هو لما بيبكي بيطلع الطاقة السلبية اللي جواه والعقل بيسكن بيهدى. وخاصة لو كان بكاء عاطفي، يعني بكاء لفقد شيء، بكاء لحزن من شيء، بكاء للخوف من شيء. كل ده لازم نفهمه كويس جدا جدا يا جماعة، ونفهم ان جسمنا وحياتنا مش بالسهولة اللي احنا متخيلينها. كل حاجة في الحياة بيكون ليها أبعاد أكبر من اللي احنا بنشوفها. فيجي ربنا سبحانه وتعالى من رحمته لما الإنسان يفقد حد بيحبه أو يتعرض لفقد الشيء هو مرتبط بيه بشدة، تلقائيا العيون تبدأ تنزل دموع تنزل دموع تنزل دموع تنزل دموع. فيبدأ الإنسان يعيط الصبح ويعيط الظهر ويعيط قبل ما ينام ويعيط الفجر ويصحى بالليل يعيط والظهر يعيط ويفتكر حاجة يعيط ويقعد مش عارفة يتكلم مع حد يعيط. كل ده طبيعي، كل ده طبيعي. لازم نفهم ان كل ده بروسيس طبيعي ونساعد البروسيس دي. يعني احنا ما نقفش بقى على نفسنا ولازم امسك نفسي واصلا انا لازم اكون جامد واصلا انا لازم اقف على رجلي. ادي وقت للمشاعر تطلع، ادي الوقت للمشاعر تطلع، لانها لو ما طلعتش هتتخزن في جسمك وهتعمل مشاكل كبيرة زي ما قلت لكم. هتعمل زي متلازمة القلب المكسور او هتعمل زي جلطات في المخ او جلطات في الدم او هكذا. فربنا حاطط ميكانيزم كده او طريقة عمل للجسم ده. نيجي احنا كل حاجة ملخبطينها، كل حاجة ملخبطينها. لما نحزن لا مش عايزين نحزن، ولما نفرح لا مش عايزين نفرح. وعلى فكرة انه متلازمة القلب المكسور دي كذلك بتحصل اللي بيكون في منتهى السعادة، اللي اكستريم فرح مرة واحدة كسبت اللوتري ب50 مليون جنيه مثلا، فتلاقيه مرة واحدة حصلت له متلازمة القلب المكسور ده ومات من الفرحة. فالوسط حلو في كل شيء. لازم نكون متوازنين ولازم نكون يعني متوازنين في كل شعور. اي شعور تحس ناحيته تحس ان انت اكستريم فيه اعرف انه في مشكلة، لازم تهدي تهدي تهدي، تكون انت عندك كنترول على نفسك. وربنا سبحانه وتعالى بيبعت للإنسان من عنده رحمات تخلي كل الموضوع ده يخف من عليه. نيجي بعد كده اللي بيحصل ايه كمان يا جماعه؟ اللي بيحصل انه وقت ما الانسان بيحزن من فقد شيء او كذا ممكن تتقفل شهيته عن الاكل، تتقفل شهيته عن طعم الاكل، يحس ان الدنيا كلها ملهاش طعم، الاكل ملوش طعم، الشخص يفتكره وهو قاعد على الكنبه وهو قاعد بيكلمه وهو مش عارفه ايه. كل ده طبيعي، كل ده طبيعي. في بعض الاشخاص بيحصل معاهم العكس تماما، بيجي لهم نهم وشراهه في الاكل، فتلاقيه طول الوقت ياكل ياكل وهو مش حاسس بالاكل ولا بطعم الاكل، ولكن هي نوع من انواع سبحان الله يعني ردة فعل طبيعيه للحزن اللي جوه الانسان او الحزن من الفقد اللي جوه الانسان. ففي كل الاحوال سواء هياكل كتير او مش هياكل كتير فلازم نتقبل البروسيس دي او المراحل اللي انا قلت لكم عليها دي. كمان في قصه عايزه اشارككم فيها لردة فعل الجسم على الحزن او على الاحداث اللي بتكون اكتر من قدره احتمال الانسان. في كان عندها طفل عنده يعني صغير 6 شهور سنه وهكذا. الولد حصل له اختناق، فاخدته جري على الدكتور. جه الدكتور قال لها انا اسف انا ابنك توفى وكذا وكذا والكلام ده. اللي حصل ايه؟ اللي حصل للام انها فقدت السمع وقتها. اول ما الدكتور قال لها الكلمتين دول فقدت السمع، وده ردة فعل برضو من الجسم
تجاه الأحداث. فممكن الإنسان يفقد السمع، ممكن الإنسان يفقد البصر، ممكن الإنسان ما يقدرش يتحرك يجيله شلل، ممكن الإنسان إيد من الإيدين يحصل لها شلل، ممكن يحصل تنميل في الجسم كله، ممكن يحصل دوخة وعدم استيعاب. المهم كل الحاجات دي الجسم بتكون ردة فعل للجسم عن تلقي الخبر. عشان كده مهم جدا واحنا بننقل خبر لشخص او بنقول نكون رحيمين جدا جدا في نقل الخبر، ورحيمين من الشخص اللي على الشخص اللي بيتلقى الخبر، ورحيمين على انفسنا من اللي بيحصل والاحداث اللي بتحصل حوالينا. فاللي حصل انها راحت للدكاتره وكشفوا عليها وكشفوا على ودانها واتزانها وكل شيء تمام، ولكن هي ردة الفعل بتاعت الجسم كده، عملت معاها كده، بدأت واحدة 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 عشان تخرج من الحزن اللي هي فيه. فأخذ معاها 2 3 لغاية لما بدأ السمع يرجع لها واحدة واحدة، لما بدأت تقبل بالوضع. عشان كده التسليم مهم، التسليم مهم، التسليم للأحداث اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبعتها لنا مهم. ليه؟ لأن احنا لما نسلم لربنا إنه قدر الله ما شاء فعل وإنا لله وإنا إليه راجعون، بيخفف من علينا تأثير الصدمات من على جسمنا، لأن احنا بننسب الحدث اللي حصل للإله العظيم اللي هو شايف الخير اللي احنا مش شايفينه. فبالتالي الإنسان اللي بيحصل إنه هو خلاص بيسلم لله، بيسلم هنا التسليم. ولكن لأن احنا بشر، ولأن احنا في الأغلب بنحب التحكم والكنترول والتعلق، فما بنقدرش إن احنا نتحمل إن احنا نرخي ونتقبل الأحداث ونخليها تمر. فزي ما قلت لكم كده يا جماعة، لما الإنسان بيتعرض لأحداث أكبر وأعظم من قدرته على الاحتمال، ممكن بعض الأشخاص يكتموا في نفسهم، وبعض الأشخاص يتعاملوا بطريقة عكس طبيعتهم تماما، وفي بعض الأشخاص ممكن جسمهم يحصل له عملية انهيار تام من كتر إن هو مش قادر يتقبل أو مش قادر يستقبل الحدث. فيعني ربنا يعافي الجميع يعني. طيب انا عايزه احكي لكم حصل معايا ايه لما فقدت جوزي ولما فقدت والدتي. لما الانسان بيفقد شيء لازم بتكون في مقدمات للشيء ده. لو انت انتبهت، يعني لو انت انتبهت هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيبعت لك مقدمات 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 قبل حدوث الشيء. فكان قبل ما يتوفى زوجي يعني حصلت شوية مقدمات كده هيئتني لهذا الحدث، معاهم شوية أحلام، معاهم شوية مشاعر، حاجات زي كده هيئتني للحدث إنه هيحصل. بس طبعا إحنا كبشر مش بنتخيل إنه ممكن الحدث يحصل للإكستريم كده، إن إحنا نفقد الشيء مرة واحدة وما يكونش في حياتنا. يعني بيظل الإنسان يقعد يفكر ويحط احتمالات إنه لا ده مش هيحصل، إنه إحنا مش هنفقد ده، مش هفقد شغلي، لا مش هفقد مش عارفة إيه، لا مش واللي بيحصل إنه التجاهل أو الإنكار أو كذا وكذا. بمرور الوقت يعني هتفهم إنه أنت كان لازم تسرع العملية، يعني ما كانش لازم تبطئها كده وتصعب الدنيا على نفسك، كان لازم أنت تدي الحياة تمشي، كان لازم تسيب الحياة تمشي. فلما جه جوزي الله يرحمه يتوفى، حصلت الأحداث قبل ما يتوفى، بعد كده مرض، وبعد ما مرض قعد في المستشفى لفترة ما. من رحمة ربنا عليا برضو، لأنه في بعض الأشخاص لما بيتوفوا مرة واحدة، فده صدمته بتكون كبيرة. صدمة الشخص اللي حوالين الشخص اللي بتوفي أو اللي بنفقده ده بيكون صدمته كبيرة، لأنه ما عندوش وقت إنه تمهيدي، مش يعني ما عندوش وقت تمهيدي، ده مرة واحدة هوب فوق وقع. عرفتوا ازاي؟ ولكن انا من رحمة ربنا بيا ومن عطفه عليا ومن حبه ليا هيأ لي كل شيء واحدة 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 عشان ما نصدمش مرة واحدة. عرفتوا ازاي؟ وكذلك مع والدتي. ولكن مع جوزي كان شعوري غير، وكان مع والدتي شعوري غير. كان مع جوزي شعور ملخبط، كنت مش عارفة اتصرف ازاي، هعيش ازاي، ابني هيعمل ايه، هتعامل انا في الحياة ازاي، وخاصة ان الحياة هتبدأ حياة جديدة تماما ما عمريش يعني عشتها مع ابني لوحدي. فبيبدأ الانسان وقت الفقد افكاره كتيرة وملخبطة ومش عارف المستقبل شايل له ايه وهيتصرف ازاي وكل الكلام ده.
ولكن ربنا سبحانه وتعالى هو بيبقى له تدابير تانية خالص، فهو يبدأ يدبر لك سلمة ورا سلمة ورا سلمة، ولكن احنا بنبص لبعيد 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 قوي، وما بنعيش الوقت بوقته، يعني اليوم بيومه او اليومين او الاسبوع باسبوعه وهكذا. الانسان دايما وقت الفقد يفكر في المستقبل، لا ده هيحصل ولا ده هيحصل وده لا ده هيحصل، وفي الاغلب بيفكر سلبي، ما حدش بيفكر بطريقه ايجابيه، وانه الخير جاي، وان ان شاء الله ربنا هيسرها، وان ان شاء الله ربنا معانا وكل الكلام ده. فلما توفى جوزي كان احساسي بالفقد عميق جدا 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 جدا، ما كنتش اتخيل ان انا ممكن يكون احساسي بالفقد لجوزي كان بهذا العمق. ورحت وكنت انا بره مصر، ونزلت انا وهو في الطياره، هو كان في التابوت بتاع الدفن، وانا فوق وهو تحت. فكنت دايما اقعد افكر اقول له احنا كنا بنسافر كلنا على نفس الكرسيين جنب بعض، دلوقتي انت تحت وانا فوق، انا مش عارفه هعمل ايه في حياتي. وكان طبعا كل الكلام ده يعني مسبب لي حزن رهيب، لان هو كان شريك حياتي لفتره طويله. وبعدين قعدت فتره كبيره على بال ما بدات استوعب انه مات اساسا، يعني كنت طول الوقت قاعد اقول لا ده مش عارفه هو مات حقيقي ولا لا. فكنت مثلا انام واسمع صوته، وده ردات فعل برضه تاني، اسمع ان هو بيكلمني، ساعات بيجي لي في الحلم، ساعات مش عارفه ايه، في اوقات احس ان هو قاعد موجود، وكل الكلام ده رد فعل طبيعي لكل انسان فقد حد عزيز عليه. وبعدين يعني قعدت سنين، يعني هو مات من سنة 2019، احنا دلوقتي في 2023، ولسه لغاية دلوقتي انا بفتكر اوقات وبفتكر لحظات وبفتكر كذا. فمش معنى ان الشخص بيتوفى او الشخص بيسيبك او كذا يعني انت هتلغي الفترة دي من حياتك، او مش هتفتكره، او مش هتفتكر الاحداث اللي بتحصل، او مش هتحزن على شيء انت عملته. ولكن الجسم بيبقى عامل زي عايز يتخلص من الذكريات اللي جواه، يعني عايز يخفف الحمولة اللي انت شايلها، فيبدأ يبعت لك افكار، يبعت لك ذكريات، يبعت لك مواقف عشان تحرر الشحنة اللي جواك اللي متخزنة في جسمك دي، فاسمح لها. عرفتوا ازاي يا جماعة؟ اسمح لها. فلما جيت في الوضع الثاني، لما جت والدتي توفت، كان عندي خبرة اوريدي سابقة، كان عندي خبرة سابقة من جوزي. فكانت والدتي عندها حالة من الهلع، حالة من الخوف الشديد، مش خوف شديد يعني عشان خاطر هي هتموت، لا، هي طبيعي لما الانسان بيخش مستشفى وبيتعب وبيروح يتعالج ومش عارفه بيبقى قلقان على نفسه، وده طبيعي. ولما جت والدتي توفت وكده، انا كنت حاسه انه الموضوع اهون شويه، يعني الشخص لما بيتعرض لفقد حد بيحبه لاول مره بتبقى الصدمه كبيره جدا عليه، بس بعد كده لما حد تاني بيتوفى في العيله او هكذا، فالصدمه بتكون اخف شويه، لان انت مريت بالتجربه دي قبل كده، ففاهم البروسيس وفاهم اخرتها ايه وفاهم هتمر بايه وفاكر. لكن اول مره بيكون الانسان مش عارف ايه اللي هو هيواجهه، او مش عارف هيعمل ايه، ولا الغسل ازاي، ولا الدفن ازاي، ولا العزاء ازاي، ولا اي كلام من ده، ما بيكونش الانسان عارف. بس اللي بيحصل له الموقف ده مره واتنين بيكون اهدى شويه من الشخص اللي هو اول مره يحصل له ده. فمهم جدا يا جماعه ان احنا لما بنتعرض للفقد ما نهربش من الشعور، ولا نهرب من التبعيات بتاعه الشعور. ولو حسينا ان الشعور بتاعنا مش قادرين نتخطاه، لان في بعض الاشخاص من كتر الالم النفسي لفقدان الشيء اللي بيحبوه ممكن ينتحروا، ممكن يأذوا نفسهم، ممكن يقعدوا خالص في البيت ويجي لهم اكتئاب ولا مبالاه وما يعملوش حاجه في الحياه وكل الكلام ده. لو حس الانسان ان هو بيمر بكل ده لازم يستشير طبيب، ولازم ياخد ادويه، في ادويه مضاده للاكتئاب وفي مضاده للحزن وكل فيساعد نفسه الانسان يكون فاهم البروسيس ازاي، وفاهم ان كل شيء ما بيدومش. يعني مهما كنت حزين على فقدان الانسان اللي انت بتحبه او حاسس ان الدنيا ملهاش طعم، استيل في حاجه حلوه لازم تبص لها. ممكن تبص لاولادك، ممكن تبص ان تستكشف العالم، ممكن تساعد ناس يكونوا محتاجين انهم يعرفوا عن البروسيس ديت. المهم لازم يكون لك دور، لانه الانسان طول ما هو عايش اكيد ربنا خلقه عشان يعمل شيء. فاللي بيحصل في بعض مننا ان احنا لما بنفقد الناس اللي بنحبهم، وخاصه الاب والام، الزوج، الولد،
فبيحس الانسان انه حياته انتهت، انه خلاص كده، ولكن محدش عارف، ممكن ده تكون بداية لحياة تانية جديدة فيها عطاء اكتر، فيها رحمة اكتر، فيها تفاهم اكتر. فهرجع تاني للقصة بتاعت انه لما حد يتعرض لصدمة الفقد، او يتعرض لصدمة انه في وفاة او شخص توفى حد عزيز عليه، مهم ان احنا نكون اكتر رحمة بهذا الشخص، نكون اكتر مساندة ودعم لهذا الشخص. الضحك الكتير ارجوك وبلاش، الهزار، ان احنا نستخف بمشاعر الناس، نستخف بألم الناس، نقعد على قلب الناس وما عندناش احساس بانهم محتاجين يرتاحوا. لانه في الفترة دي اهم حاجة الانسان ان هو يبدأ يطلع الطاقة اللي جواه، ده يبقى عايز يرتاح، عايز ينام، عايز يهرب بشكل او باخر من الوضع اللي هو بيحصل ده. فبيبقى عايز ينام، يهرب بالنوم، عايز مثلا يخرج يقعد كده في مكان، مش عايز يكلم حد، طبيعي. يخرج مثلا، خليه يخرج الشخص مثلا اللي بيمر بالظروف، يروح يعمل رياضه، المهم يروح يشرب قهوه، يقعد يقرا قران، المهم يصلي ربنا، المهم انت عيش التجربه دي، عيشها خلاص، ما دام التجربه دي انت اتحطيت فيها فلازم تعيشها. بس لازم وانت بتعيشها تعيشها بافضل الاحتمالات، يعني تحاول على قد ما تقدر انت تهون على نفسك الحياه، تكون رحيم بنفسك، محب لنفسك، تكون تطبطب على نفسك، تفهم نفسك انه اتس اوكي والحياه تستمر برغم حزني وبرغم المي وبرغم انكسار قلبي وبرغم شعوري وبرغم كل حاجه، ولكن الحياه هتستمر باذن الله، لانه ربنا مقدر ليا ان انا لسه عمري موجود، فاذا انا عندي عمل لازم اقوم بيه زي ما ربنا سبحانه وتعالى امر. فلما الانسان بيتعرض للفقد، في حاجات لازم الانسان يعملها عشان يساعد نفسه، منها انه يعمل رياضه، منه انه يخرج. بس لما الانسان بيعمل العكس تماما، انه يروح يتفس نفسه في وسط حاجات هو مش حاببها عشان ينسى، هو كده بيعمل ايه؟ هو كده بيخزن المشاعر السلبيه ويحط عليها زي طبقه كده، هتستنى وقت ما تحصل احداث تانية والطبقه دي هتتشال وهيطلع بركان جواك وانت مش هتقدر تسكته. فمهم ان احنا نقبل نفسنا واحنا بنمر بالمشاعر اللي احنا مش حابينها. لازم نفهم ونقعد مع نفسنا ونفهم انا بمر بمشاعر مش كويسه لان انا فقدت حاجه بحبها جدا، وطبيعي ان انا اشعر بكده، طبيعي، والا انا هكون انسان ما عنديش احساس، وربنا سبحانه وتعالى ميزنا بالشعور والاحساس. عرفتوا ازاي؟ فشعور الخوف، شعور القلق، شعور التأنيب، شعور الانكسار، شعور الحزن على انك فقدت اللي بتحبه، اتس اوكي. حسه وخليه يطلع باشكاله الكتيره، بالعياط، بالصويت، سبحان الله، مع ان احنا محرم علينا الصويت والندب وكل الكلام ده، او بالانفعال، او فلما يكون الشخص تعرض للفقد ومنفعل، احضنه، قول له معلش هتبقى كويس ان شاء الله، هتبقى تمام، لانه غصب عنه مش قادر يتحمل. لازم نفهم كده يا جماعه. فاللايف النهارده اتكلمت معاكم عن الفقد، وازاي نتعامل مع الفقد والبروسيس كلها والخطوات المراحل الخمسه اللي بيمر بيها الانسان في الفقد، اللي هي منها الانكار، منها الغضب، منها الاكتئاب، مساومه الانسان مع نفسه، وبعدين قبول الواقع بقى ان الحياه هتستمر. ومش معنى ان انا بقول ان الحياه هتستمر يعني انا هنسى الشخص ده، ولا هنسى ذكرياتي معاه، ولا هنسى ان انا كنت بحبه في يوم ما، ولا هنسى، ولا ان هو مات خلاص. في بعض الاشخاص زي ما قلت لكم مات خلاص، تاني يوم الصبح يدور على حد تاني يتجوزه، لكن في بعض الاشخاص عندهم وفاء للشخص اللي قضوا معاه جزء، بيحترموا ادميته، بيحترموا انسانيه هذا الشخص، ان هو كان موجود لفتره ما في حياته، بياكل وبيشرب وبينام، في بينكم حوار، وفي بينكم مشاعر، وفي بينكم اولاد، وفي بينكم حاجات كتيره قوي، يعني في بينكم حاجات كتيره قوي. فازاي بمنتهى البساطه والسهوله يطلع في اشخاص يقول لك لا انت استيكه مع السلامه ويا غيرك يجي، يعني منتهى الجحود بصراحه. فبتمنى لكم حياه سعيده، وبتمنى لكم طولة العمر، وربنا يحفظكم ويحفظ كل شيء بتحبوه، ودايما ندعو ربنا سبحانه وتعالى ان هو يحفظ لكم من تحبوا، وربنا يكرمنا ويكرمكم ويطول في اعمارنا واعمار ولادنا، ويرزقنا الخير من حيث لا نحتسب. وبتمنى لكم ليلة سعيدة، وشكرا لكم وشكرا للمشاهدة. تصبحوا على خير. باي باي.